صاحب الدين معنا على الهاتف سمو الامير خالد بن سعد رئيس مجلس اداره نادي الشباب. مساء الخير سمو الامير. هلا مساك الله بالخير يا تركي. احييك واحيي ضيفك الكريم. سمو الامير، هارد لك الخساره اليوم. الشبابين يسالون يعني كيف وضع الشباب؟ انت وش شايف؟ كيف شايف مستقبل الشباب؟ والله يا تركي يعني اسمح لي في البدايه اني اشكرك لاتاحه الفرصه لي. في البدايه احب يعني اعتذر لرمز الشباب ورجله الاول، اعتذر لاعضاء الشرف، اعتذر للجماهير الحبيبه الشبابيه، وان كنت اعتب على التواجد، ولكن بلا ادنى شك يعني اليوم بدايه الشوط الاول ما كنا جيدين. بعد فتره عدنا لاجواء المباراه. للاسف كان هناك اخطاء قاتله. اضعنا فرصتين تقريبا، بالذات فرصه اللاعب روجيريو. هذا حال كره القدم. هنا انا لا اقلل اطلاقا من زملائنا واشقائنا في نادي النصر اللي انا اعتقد انهم استحقوا الفوز بجداره بروحهم واصرارهم. الشباب فعلا يريد غربله. ان شاء الله خلال اليومين القادمه في اجتماعات نناقش فيها كل الامور. اتخاذ قرار الليله او غدا انا اعتقد انه قد يكون قرار خاطئ، لكن يجب النظر في اللاعبين غير السعوديين في الدرجه الاولى، لانهم ما قدموا ما كنا ننتظر منهم. حيكون مثل ما ذكرت لك في اجتماعات شرفيه ومع اداره كره القدم ومع الجهاز الفني، وبالتالي طيب الغربله هذه سمو الامير ستشمل المدرب واللاعبين المحليين ولا فقط اللاعبين الاجانب؟ تركي يعني انا قلت لك وقد قلتها قبل هالمره، القرار يعني جدا صعب اننا نتخذه في مثل هذه الليله، وبعدين ايضا ما اقدر اتخذ قرار لوحدي، لكن يجب دراسه كل الامور، ويجب يعني انا اعتقد ان المدرب كان له اخطاء اليوم في المباراه في التبديلات، لكن لا يجب ان نلقي كل اللوم على المدرب. معظم لعيبتنا اليوم ما كانوا جيدين، يعني شيء غريب. يجب ان يكون في مرحله احلال وتجديد دماء بلا ادنى شك، بس يعني انا ما احب اني كل الناس سمو الامير تسال عن اكثر اثنين، يعني بصراحه الحديث عن روجيرو ونايف هزازي، هذول موجودين بكره على الطاوله في وقت الاجتماع اللي راح تقررون فيه الخطه المستقبليه، ولا مش موجودين على الطاوله؟ اخوي تركي، نايف هزازي اظن اننا حكينا بالنسبه للموضوع، او نايف هزازي باقي في الشباب. طيب، واحنا يعني نحتاج نايف هزازي في كل المباريات السابقه. لو كان نايف معنا او لاعب قناص مثل نايف اعتقد ان وضعنا كان ممكن يكون مختلف، لكن علينا الان ان نركز وننقذ ما يمكن انقاذه، ونحاول ان ننافس او على اقل تقدير واسوأ تقدير نحتل مركز متقدم في بطولة الدوري، لكن تركيزنا الكبير يجب ان يكون على بطولة اسيا وعلى كأس. طيب انت وضحت موقف نايف. روجيرو شكله باشا. روجيريو الاجانب كلهم الاربعة سيوضعون على طاولة النقاش. طيب، وروجيريو على رأسهم. روجيريو لاعب كبير يملك مهارات عالية، ولكن لا يخدم الفريق. طيب سمو الامير، خليني اسالك كذا سؤال عن مباراة اليوم. يعني رئيس مثل الامير خالد بن سعد بكل هالتجربة وهالتاريخ والانجازات، يعني تاريخ حافل الحقيقة بالبطولات والانجازات الشبابية، بالامس اخر الليل تفاجأنا يعني ببيان على موضوع يعتبر من المواضيع الهامشية جدا في ليلة مباراة ديربي، مباراة منافس،
على الدوري، اللي هو موضوع غرفة الملابس ودكة البدلاء. يعني مثل هذا الموضوع الهامشي جدا ليلة المباراة، ما تحس أنه ما كان من المفروض أبدا التركيز عليه، والتركيز فقط على الفريق والتحضير لمباراة مهمة؟ هذا استغل يعني أو أخذ جزء من وقت الإدارة وتركيزها. التركي معك حق. أيضا هناك نقطة أخرى، يعني التأخر في ردنا وطلبنا من قبل لجنة المسابقات والأمانة العامة، يعني القرار الغريب اللي اتخذوه انه بس ما لنا الا دكة البدلاء، مع انه عندنا ما يثبت من العام الماضي موافقتهم على هالشيء. البيانات كان لازم انه بس موضوع اسمه الامير، يعني موضوع يعني جدا هامشي في ليله مباراه ديربي. يعني اليوم انا كاعلامي امس اخر الليل لما شفت بيان ورد من الامير فيصل بن تركي يشكر الامير خالد بن سلطان، والاداره الشبابيه تشكر الامير فيصل بن تركي، اطالع في الموضوع في اخرته غرفه ملابس ودكه بدلاء. يعني معاك حق، كل الحق، لكن احنا كمان لما الإدارة الشقيقة في نادي النصر تصدر هالبيان كان لازم فعلا أننا نرد عليه. أنا يعني أحملنا جزء كبير من هالشيء، لكن أنا أؤكد لك لو أنه الأمانة ولجنة المسابقات اتخذوا القرار سريع وبدون الربكات اللي حصلت، كان ما صدر هالشيء في ليل، كان مفروض يكون هالشيء يعني قبلها بوقت، لأنه الأمانة العامة من العام الماضي كاتبة لنا وطالبة أنه يؤجل الموضوع لضيق الوقت مع اعترافهم بحقنا. يا تركي للأسف يعني أنه احنا امس كله والبارح كله بتلاقي ناس يقولون انتم معاكم حق، وبتلاقي ناس يتهربون من المسؤولية. فأرجو من الجميع معذرتنا. أنا أتفق أنه ما حدث ليلة المباراة كان خطأ وخطأ كبير، وأعتذر أيضا على هالخطأ، لكن بمشيئة الله أعد الجميع أن نبذل قصارى الجهد إن شاء الله لتغيير الصورة الشبابية إن شاء الله. الأمير خالد بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، شكرا جزيلا لك. أشكرك يا تركي. شكرا جزيلا.